ارتفعت أسعار الدواجن بشكل قياسي خلال اليومين الماضيين في مختلف المدن المغربية، بعدما أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح ما بين 20 و 24 درهما، ما دفع بشريحة عريضة من المواطنين إلى التساؤل عن أسباب ذلك. وأوضحت الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها ارتفاع أثمنة مكونات الأعلاف في السوق العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعفت أثمنة الذرة والصوجا اللتان تعدان من أهم المكونات أعلاف الدواجن، ما تسبب في معاناة كبيرة للمنتجين، إضافة إلى تبعات أزمة جائحة كورونا. ويرجع جزء كبير من هذا الغلاء في أسعار الدواجن بحسب المتحدث ذاته إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الصيف، الذي يعد أيضا من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، حيث تتسبب موجة الحرارة في انخفاض مستوى نمو الدواجن، مما يقلص بشكل ملحوظ مستوى العرض ويساهم أيضا في ارتفاع كلفة الإنتاج. وأكدت الفيدرالية أن ارتفاع أثمنة أعلاف الدواجن رفعت من كلفة الإنتاج التي تتراوح اليوم ما بين 16 درهم و 16 ونصف، الأمر الذي دفع بالعديد من المنتجين إلى التوقف عن نشاط الإنتاج، وبالتالي قل العرض مقابل الطلب، خصوصا في موسم الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على لحوم الدواجن بسبب الأفراح والأعراس وتزايد أنشطة المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة.